طبعا اللي قدامكم دي سبورة الشرح اللي انا شرحت عليها نص ساعة. بقى نص ساعة بكلم نفسي وفي الاخر اكتشفت ان انا بسجلش. فيعني الفيديو ده لو ما تسمعش بجد انا هتضايق جدا يعني. فبص، شير الفيديو لاصحابك، اعمل اي حاجة، حطه على الواتس، ابعته لواحد على التليجرام. الفيديو ده لازم يتشاف. دي تاني مرة اسجله بجد، يعني حرام والله. بس يلا نعمل ايه بقى. طبعا همسح كل الكلام ده واقول كلمتين بس قبل ما ابدا. طبعا انا ملتزم معاكم بالميعاد اللي هو ايه، فيزياء يوم سبت وتلات، ويوم الاثنين والخميس هينزل كل حصة ايه، احياء. اثنين وخميس حصة احياء، وسبت وتلات حصة فيزياء. طبعا الجدول ده اللي انت عارفه اللي معاك انت، انما الجدول معايا مرتب فيه كل الدروس وهتتشرح امتى والحل بتاعها امتى. يعني انا عارف كمان شهرين، يعني عارف من دلوقتي كمان شهرين هنشر انهي فيديو في نفس الوقت، في انهي وقت. فما تشغلش بالك باللي انا بعمله، افتكر دايما ان حصة فيزياء هتنزل لك يوم سبت وتلات، والاحياء يوم اثنين وخميس. نمسح الكلام ده. طبعا النهارده اول حصة احياء اللي هي الدعامة. عندك الفصل كله بيتكلم عن الدعامة والحركة في الانسان والنبات، بس انا هتكلم في الحصة دي عن الدعامة في النبات بس، وبالأدق عشان نكون صالحين يعني. الدعامة في النبات التركيبية، عشان انت كان عندك دعامة فسيولوجية واتلغت. بس هي حتة كده على جنب الدعامة الفسيولوجية، عشان بس ايه اللي هو قابلتك أسئلة فيها. طبعا ده جدار الخلية النباتية، وجواه غشاء بلازما ونواة وسيتوبلازم مكونات الخلية من جوه، ماشي. أول ما الخلية دي تتشرب مية، ايه اللي بيحصل؟ الجدار عندك ثابت، جدار الخلية ثابت، بيحصل تمدد للخلية، بيحصل تمدد للخلية، فبالتالي بيطلق عليها اسم الدعامة الفسيولوجية. دي كده دعامة فسيولوجية ومؤقتة. ليه مؤقتة؟ لأن أنا بمجرد ما أفقد المية تاني هترجع لطبيعتها، فاسمها دعامة فسيولوجية مؤقتة. وملكش دعوة بيها، متشغلش بالك بيها، لأن في 2025 اتلغت من عندنا. فأنا هتكلم عن الدعامة التركيبية فقط. تركيبية بتتكلم إن أنت عندك مواد معينة بتترسب على الخلايا بتاعة النبات عشان تكسبوا الدعامة والدعامة والقوة، وفي نفس الوقت يخلي الخلايا اللي بره الخارجية تحافظ على الخلايا الداخلية للنبات. بمعنى انت عندك اربع مواد بتترسب: سليلوز، كيوتين، ليجنين، سيوبرين. الوحيد فيهم اللي منفذ للمية هو السليلوز، منفذ للماء، الباقي غير منفذين للمية. طيب ده احنا قلنا ايه الاربع مواد دول، ايه اللي هيترسبوا؟ طب خليهم على جنب واقول لك انواع الخلايا. انواع الخلايا: عندك خلايا بارنشيمية، خلايا كولانشيمية، خلايا اسكيلرانشيمية. بص، ولنفترض مع احسن عندك ان دي خلايا في النبات، ودي برضو ايه، هرسم نفس الكائن، خلايا في النبات. هو ايه ودي خلايا في النبات. طيب ايه اللي بيحصل؟ برنشيمية
يعني انا هرسب سليلوز على جدر الخلايا من الخارج. كولانشيمية يعني انا برضو هرسب سليلوز على جدر الخلايا من الخارج، بس بتقل السليلوز شوية. يعني الكولانشيمية عبارة عن برانشيمية بس ايه، مزود السليلوز حبة. الاسكلرانشيمية مرسب عليها لجنين. طب من الداخل ولا من الخارج؟ لا، من الداخل. الخلايا الاسكلرانشيمية لو تفتكر موجودة في نسيج الخشب. نسيج الخشب اللي هو الوعاء. يعني مثلا هاخد حتة عرضية منه اقول لك ان ده الوعاء. ليه بقول ان الجنين هيترسب من جوه مش من بره؟ يعني كده صح. وكده غلط. ليه؟ نسيج الخشب ده قبل ما يترسب عليه الجنين بيبقى عامل زي خرطوم مثلا، لان ايه، جواه خلايا غشاء بلازمي، فعامل مثلا زي خرطوم صغير، وحطيت الخرطوم الصغير ده جوه الخرطوم الكبير ناشف. يعني ايه القصد من اللي انا اقوله؟ ان الجنين عندك لو اترسب من بره، فالخلايا اللي جوه الغشاء البلازمي اللي جوه هينكمش على بعضه لحد ما يتقفل، فمش هيودي ميه. طب انت عندك عايز الخشب يرفع الميه من التربه لفوق لحد الاوراق، على الساق ومربى جذر ساق اوراق. تعمل الحركه دي ازاي؟ لازم ترسب السليلوز من جوه عشان تفضل وعاء الخشب مفتوح باستمرار طول الوقت. وده السبب ان انا برسب سليلوز من الداخل، برسب قصدي الجنين من الداخل. طب السليلوز قلنا من جذر الخلايا من الخارج، ده خارج. كيوتين جذر البشرة، جذر خلايا البشرة من الخارج برضو. يعني عندك خلايا البشرة خلايا برانشيمية جنب بعضها كده في شكل برميلي، وبيترسب عليها من بره كيوتين غير منفذ للماء. لجنين، ده لجنين داخل. يعني ايه، من جذر الخلايا برضو بس من الداخل. سيوبرين نفس الكلام، جذر الخلايا من الداخل. بس الفرق بين اللجنين والسيوبرين هو حاجة، ان اللجنين بيترسب على خلايا اسمها اسكلرانشيمية والياف وخلايا حجرية. خلايا حجرية والياف، او النسيج بتاعهم اللي هو اسكلرانشيمي. اما السيوبرين فهو بيترسب على خلايا اسمها الخلايا الفلينية. يبقى الياف حجرية، الياف وخلايا حجرية واسكلرانشيمي، ده ترسيب لجنين. فلينية سيوبرين. فلينية بطبقة الفلين اللي هي، لو نفترض مثلا دي شجرة، عيب برسم والله ضحك. دي شجرة، الفلين اللي هي الطبقة اللي بره اللي هنا كده، اللي مغطية ساق النبات ده او الشجرة دي معينة، اسمها خلايا فلينية. بيترسب جواه ايه؟ سيوبرين. بس هو ده الدرس. ان شاء الله المرة الجاية هحل عليه. لو عايز تاخد سكرين خد سكرين للشاشة اللي انا وريتها لك اول مرة خالص، هي الاوضح يعني، لان قعدت نص ساعة اشرح بصراحة، والمرة دي يعني فاهم. يلا ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه. وناوي اعمل حاجه معينه. يعني انا ليه ما بداتش في المواد كلها بمره واحده؟ عشان ما اقعدش مثلا بدات في المواد كلها مره واحده اسبوع 2 3 هتلاقيني ايه ما نشرتش حاجه تاني. لا، انا ما عايز امشيها بالترتيب. اول حاجه شرحت درسين فيزياء هتلاقيهم موجودين دلوقتي على القناه في قائمه التشغيل، والدرس احياء، وهنمشي بانتظام ان شاء الله. وناوي ازود برضو مواد تانية يعني الايه للعلم يعني ليكم يعني. والسلام عليكم. صحيح نسيت اقول لك، شير فيديو بقى مع اي حاجه، فاهم يعني، انشره اديه لصاحبك اي حاجه بجد، عشان تعبت اوي في الفيديو ده، ودي تاني ولا تالت مره اسجله. ماشي، وسلام.